السلام عليكم، صباح الخير. هعمل النهاردة حاجة أول مرة أعملها، إني هصور فيديو كامل. هحاول أصور فلوج معايا كده. أول مرة أعمل فلوج يبقى أنا هتكلم فيه كنت عملت واحد صورة قبل كده بس ما يتحسبش يعني. فهحاول أعمل ده، هحاول أبدأ أنزل على اليوتيوب. هل هنجح هل مش هنجح هذا ما سوف نراه قريبا إن شاء الله. النهاردة هحاول أنزل أجري، مش هجري يعني لياقتي ما تسمحليش بالموضوع ده، بس هتمشى على البحر كنوع من انواع ان انا ارجع اعمل رياضة تاني. ان انا بقالي فترة موقفة جيم للأسف، كنت تعبانة برضو، كان جايلي دور برد معدي على السرير، وبقالي كتير ما عملتش حوار ان انا انزل امشي على البحر ده. انا من اسكندرية يعني. حاليا انا هعمل اول حاجة ان انا هكتب التودو ليست بتاعتي. يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دي الحاجات اللي انا عايزة اعملها، وحاولت اكتبها بالتركي بحيث تبقى طريقة ان انا انمي اللغة. اتخرجت من اداب تركي بالمناسبة، يعتبر ده تخصصي. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. انا مش شايفه شكلي عامل ازاي، السوشيال انكزايتي موتاني ان انا اتكلم بره، بس هحاول يعني. عايزه اقول كده كلمتين عايزه اقول كده كلمتين لاي حد ممكن يبقى عايز يعمل رياضه وبيخاف. مبدئيا يعني انا جربت نزول الجيم في الجيم وما حدش بيبص على التاني اصلا يعني الناس اعتقد فكرة ان ممكن حد يكون رياضي او الجيم كلهم رياضيين، الكلام ده مش حقيقي. عادي الناس بتنزل تستمتع تقضي وقت، بيساعدوا بعض عادي، فمحدش بيتكلم. برضو يا اختي قطة برضو في مثلا على البحر لو حد نزل يجري عامة، مفيش فكرة ان الناس وهي ماشية بتبص علينا والكلام ده، لا عادي. ناس كتير بتنزل يعني انا بشوفهم مثلا شباب بنات مراهقين، احيانا ممكن مثلا يبقى كابتن نازل بالتيم بتاعه اطفال عادي بيمرنهم، ناس كبيرة حرفيا، صحاب نازلين يجروا، محدش بيبص على التاني، ان هو كله اللي بينظر ده بيبقى مجربش اصلا. يعني من وجهة نظري حد هيقولك لا انت هتعملي ايه وبتاع، لا عادي، في موجة جاية يا رب متغرقش، ما اتغرقتش الحمد لله. ف يعني عادي اللي بيقعد يقول لا انت يعني الموضوع ده مش ليكي مثلا متعمليش كده، او اللي بيقعد يحبط ويكسر مقاديف بيبقى اصلا معداش بالمعاناة، مجربش. انما لو حد عدى بالمعاناة وعرف مثلا معنى الصحيان بدري وان احنا نقوح نفسنا عشان ننزل والكلام ده كله، مش مش هيقول حاجة.
قد يبان الجو اجواء شتوية وفي شوية هوا وانا لابسة سويت شيرت، ولكن الجو مش ساقع انا حرانة. الله. كان المفروض اعمل كذا حاجة كاتباها في البلاylist بتاعتي، بس انا نمت للأسف. بواجه مشكلة مع النوم شوية، خصوصا اخر فترة نومي مكانش متظبط، وانا النهاردة نوعا ما صحيت بدري عن اللي انا كنت بصحى قبل كده. النهاردة بقى نمت في نص اليوم بزيادة، بس هحاول. يعني النهاردة دلوقتي الساعة كام؟ 8:30 تقريبا، 9:45 حاجة كده. أنا هحاول أقدر أعمل اللي أقدر عليه في المتبقي من اليوم، ولو أنا كده مش هعرف أنام بدري، يعني ممكن أسهرلي شوية بتاع، إن في حاجات لازم أخلصها. حاليا عندي كورس ألماني، كانت تجربة كويسة إن أنا أنزل أمشي على البحر كعودة بعد غياب. يعني فأي حد عايز ياخد الخطوة دي ياخدها، عشان نبقى صحتنا أحسن. يعني الواحد أنا بعاني وزن الزايد، بس تمام. يعني هل ده موقف حياتي؟ لأ، بس أنا عايزة صحتي تبقى أحسن. أنا صحتي كانت أسوأ كده كتير. يعني أنا كنت ركبي بقى بعاني وأنا طالعة السلم وأنا بصلي، حاجات كتير. أنا كمان لما بركز قوي في موضوع الخسسان ونزلت كام وأكلت ايه والكلام ده كله، بضغط على نفسي جدا ومبلاقيش نتيجة. ممكن أكون ملتزمة جدا ومبلاقيش نتيجة كمان. إنما لما ما بركزش حرفيا، وممكن أعك في نص الأسبوع عادي جدا، بركز بس إن أنا عايزة أعيش حياة صحية، إن أنا عايزة أكون صحتي أحسن، حياتي تبقى أحسن، بجيب نتيجة. مبقاش مركزة في موضوع الخسسان خالص. يعني اما باجي بوزن بقول لو خسيت تمام، ما خسيتش تمام برضو، يعني مش فارقة، بلاقيني نزلت. اعمل كده. بس انا عامة بحاول اشارك بحيث ايه، يعني مش عشان اوري اليوم المثالي، مفيش يوم مثالي، مفيش حد مثالي، بس لو حد بيتلخبط زيي، لو حد بيعاني زيي، فمن مش لوحده. وبرضو انا في حاجات في دماغي انا عايز اشوف نتايجها. يعني انا بحاول، ده يمكن يكون داعي ليا ان انا التزم، يمكن يكون يعني في حاجات في دماغي كده هشوفها بعد فترة هل فعلا حصلت ولا لا. ولو حصلت ان شاء الله اعمل عليها فيديو ان ازاي ده اثر عليا. فانا بحاول اساعد نفسي بنفسي وبرضه بحاول يمكن يكون ده مساعدة لحد غيري وانا معرفش. يعني اكيد في ناس كتير بتعاني من الموضوع ده. الموضوع الالتزام مش شيء سهل خالص. الناس اللي بتعرف تعمل نفس الحاجة كل يوم، ده مش شيء سهل خالص. والحياة الصحية والحياة الصح متعبة في الأول، لأن أغلب الوسائل اللي حوالينا بتقودنا إن احنا نعيش حياة غلط، إن احنا نسهر، إن احنا نقعد نجري في الدنيا، إن احنا نجري ورا ملهيات كتير أصلا ملهاش أي 30 لازمة، بس واخدة وقتنا على الفاضي، واخدة حياتنا وصحتنا على الفاضي ومجهودنا. ففي الزمن ده الالتزام صعب جدا. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المفروض ان انا اعدل الجدول، بس لسه فاكرة ان انا الاسبوع الجاي هبدأ خدمة عامة، فالمواعيد هتتغير تاني. يعني اكيد في حاجات جديدة هتخش،
فاستنى الأسبوع الجاي عشان أشوف الدنيا مواعيدي هتبقى عاملة ازاي، ايه اللي هيبقى مطلوب مني في اليوم، قدرتي في كل يوم هتبقى عاملة ازاي وهكذا. ف مش هنعرف كده النهاردة، والكرسي لما يتلغى يلا. عندي البتاعة دي بس بعلق عليها القلم ده، اشتغل شوية مبقاش يشتغل تاني، زي أغلب الليموزينة اللي بتبقى كده بتبقى كده، اشتغل شوية يبقى شكلها حلو تمام، بعد كده تبدأ تقطع يبقى خطها زفت. نفسي ألاقي قلم شكله حلو من الحاجات دي ويبقى بيشتغل عادي يعني. بحاول إن أنا بعد الكلية أرجع أذاكر عثماني تاني، ده أهداف في دماغي كده، أذاكر عثماني. عثماني هي اللغة القديمة للغة التركية، إنه محدش عارف ايه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أنا كده خلصت اليوم وحاولت أخلص باقي تو دو ليست على قد ما أقدر، حتى لو مش بأكمل وجه، حتى لو مش كميات كبيرة، بس حاولت. مكسرة ألبس الطرحة وأصور بصراحة بس تمام يعني، خلاص كده أنا خلصت النهاردة. بداية حلوة جدا يعني، بداية جميلة حتى لو ما عملتش اللي عايزاه زي ما كان في دماغي، فكفاية إني حاولت. أراكم في محاولة أخرى.